لكن بقص ايدي مو من هون من هون. اذا ما بضل حدا ما بدوق هالاكل بقول لكم بليز، بترجاكم بليز اعطينا الطريقه. تعالوا نعمل اطيب طريقه فطر محشي حلوه بالعزايم، بتبيض الوش وطعمتها كثير 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 طيبه. اول شيء بنقطع الفطره. انتبهوا ما بنكب الشرش لانه هذا سر النكهه. حنفرمه ناعم ونحطه بقلب الحشوه. في وحده بعتت لي قالت ضروري ترقصي، يعني انت وعم تطبخي؟ فوق ما عم برقص وسليكي تضربي شنقاقه. كل شيء عندك جاهز. حطي شويه زيت في الصينيه وصفي الفطرات فوقهم مباشره. ليكوا شو كيوت. حنقطع هذا الشرش الفطر كله ناعم، قطعوه كيف ما كان، كيف ما بدكم، عشوائي لانه هذا كله حيذوب. قطعنا شرش الفطر، حنقطع البصل الاخضر ناعم. مكونات الحشو ببساطه عندنا شرش الفطر، بصل اخضر، كريمه فريش، ملح وفلفل اسود، رشه اوريجانو وجبنه كريميه. انا بستعمل جبنه فيلادلفيا 500 جرام او حسب الكميه. يلا نطبخ الحشو. رح نبلش بقطعه بدة. القطر يعني بدي بلش بالبصل الاخضر، معلقه صغيره ثوم او حسب الرغبه، وبنحمصهم سوا. بس قلنا عنا البصل الاخضر والثوم رح ننزل الطعمه كلها، النكهه كلها، شروشة الفطر. وعلى الواحد على فكره اذا قطعوكم شي 3 فطرات فريش كمان وبتضيفون بقلبهم. لا الفطر دائما بتقلى على نار قويه مشان ما كثير تطلع ميته. ثم عندي الفطر رح ننزل الملح والفلفل، بعدين الاوريجانو، نرجع نقلب ورح ننزل هلا عليهم الجبنه الكريميه. هاي الخطوه فيكم تعملوها على البارد وفيكم تعملوها وهي عم تتقلب. حننزل شويه كريمه فريش. هل ححطهم كلهم هل حاستنى حسب، بس النكهه الريحه واو واو واو. خلطت حنبردها 5 دقائق بس قبل ما تقعد الحشوه. رح ادهن الفطرات هيك شيء انه بالزيت مشان تتحمر من تحت ومن فوق. هلا اذا مستعجلين فيكم مثل بالحشوه شو سهله، بس انا بحب بردها شوي لحتى تكون متماسكه مثل هيك تنقط صغيره مهبره. وهي حشينا الفطرات رح نحط عليهم جبنه موزاريلا من فوق ورشه كعكه صغيره. بتذكر اول مره عملت هالاكله كان عندي عزيمه وحطيتها على الطاوله بالمسكرات وانواع المقبلات. ما بتتخيلوا قد ايه رفقاتي طالعين فيها. كل العالم يقولوا لبعض دقتي الفطر المحشي، دقتي الفطر المحشي. اي نعم، رشه كعكه صغيره. لا تسالوني ليه، تسالوا لي مين قال لك، ما بعرف، انا هيك لقيتها كثير بتطلع طيبه. بدخلها على فرن حرارته وسط لمده 20 دقيقه. بتشهي، الريحه بتطير العقل. انا رح ارجع هلا طبعا دخلها وحمصها من فوق. وهيك بده يكون شكلهم بس يطلعوا من الفرن، ما بنحركهم ابدا نهائي. بنحطهم يبردوا شوي هيك 5 دقائق وبعدين بنبلش نصفهم بس هون تقديم. شلون بتطلع ظريفه؟ خلص بلا ملقط بلا حركات. وصار عندنا الفطر المحشي جاهز. يعني شو بدي اقول لكم، الريحه، اللذاذه، طياب، ما عاد قدرت اتحمل.